اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كريبتون. مفيش فيلم اجنبي اتفرجت عليه الا لما شفت عصابات المافيا، عصابات فوق القانون والكل بيخاف منها، عصابات تقدر تعمل كل حاجه بدون اي حساب، واثرت في الناس بشكل كبير لدرجه ان اتعمل عليها افلام والعاب زي لعبه مافيا 1 و2 و3. بس هل خطر على بالك ايه حكايات المافيا دي وليه هي بالقوه دي وعشان خاطر ايه؟ خلينا بس نرجع بالزمن لورا شويه، نرجع للعصور الوسطى، يعني في القرن ال15 تقريبا. حدوته المافيا بتقول ان هي نشأت في جزيره صقليه، ومحتمل ان هي بدأت كنوع من انواع المقاومه للغزاة اللي كانوا في الجزيره في الوقت ده، واللي بعد كده تم توظيفها من ملاك الاراضي عشان يحموا اراضيهم من الانفلات الامني اللي كان موجود في البلد. ولحد القرن ال18 وال19 فضلت قوه المافيا تزيد وتزيد وتكبر لدرجه ان هم اتقلبوا على اصحاب الاراضي اللي كانوا في الاصل سبب في وجودهم. وفي سنه 1861 انضمت جزيره صقليه لايطاليا وبقت جزء منها. ومع انتشار الفوضى وتوسع النشاط الاجرامي، طلب المسؤولين من الحكومه في الوقت ده من عصابات المافيا ملاحقه عصابات اجراميه وخطيره، وفي المقابل قالوا لهم هنسيبكم تعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم، بلدكم واعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، ابتزوا اصحاب الاراضي وعيشوا حياتكم، البلد بلدكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. والحكومه افتكرت ان ده يعني وضع مؤقت. وكانت المفاجاه، المافيا نشاطها زاد وتوسع وتوغل في كل مكان، وبقت جزء من سياسه ايطاليا ذات نفسها، وكانت بتخوف السكان ان هم ينتخبوا شخص معين. وبالتالي كان السياسيين اللي بيفوزوا في الانتخابات حبايب واخوات للمافيا. يا اخويا ما انت اللي منجحني. استغفر الله يا علاء، ده واجبنا استغفر الله. لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء. وزي اي حاجه في الدنيا عشان تكمل لازم تتقوى. بدات عصابات المافيا في عمل حاجه غريبه جدا، عملت مراسم تخلي اي عضو جديد داخل عصابات المافيا يعمل حاجه شبه القسم كده، ويحلف ان هو مش هيطلب مساعده من الدوله او من الشرطه في اي حاجه، او ان هو مش هيساعد الدوله في اي حاجه بتطلبها منه. والقسم ده كان اسمه اوميرتا. ودلوقتي بقى خلينا نطلع بالزمن قدام حبتين، وبالتحديد لما وصل موسوليني للحكم في ايطاليا، واللي كان مستبد ونظامه ظالم جدا، وبالتالي خاف على نظامه ان هو يقع ويتهاوى. وبسبب خوفه من عصابات المافيا ان هي توقع نظامه، شن عليهم حملات اعتقالات كبيره جدا ومقمع على امل ان هم ينتهوا ويزحهم من طريقه خالص. لكن في الخمسينات وبالتحديد بعد الحرب العالميه الثانيه بدات عصابات المافيا ان هي ترجع تاني، وبدات تسيطر على شركات البناء في مدينه صقليه. ولحد ما جت فتره السبعينات كانت عصابات المافيا اتوغلت بشكل كبير جدا، وبقت لاعب رئيسي في الاتجار الدولي للمخدرات. بس هل المافيا اكتفت لحد كده؟ خليني اقول لك ان عصابات المافيا فعلا من اذكى العصابات على مر التاريخ، واللي وصلت لحد امريكا نفسها. بس على فكره مافيا امريكا منفصله عن مافيا ايطاليا. المهم دخلت المافيا في العشرينات في امريكا، واشتهروا بتجاره الخمور الغير مشروعه، وكونوا شبكه اسمها اور ثينج، واشتغلت في كل حاجه غلط حرفيا. وبسبب ميثاق اوميرتا اللي احنا قلنا عليه من شويه، قدرت ان هي تحافظ على تماسكها وعلى قوتها. وفوق ده كله كان عندها قدره كبيره جدا ان هي ترشي المسؤولين، وده اللي قوى شوكتهم شويه في امريكا. بس المافيا بتاعت امريكا كان حظها قليل شويه عن المافيا في ايطاليا. في خلال فتره الثمانينات والتسعينات بدأت الحكومة الأمريكية في استخدام قوانين صارمة جدا في مكافحة الجريمة، وابتدت تدين كبار رجال العصابات واللي كان من ضمنهم زعماء عصابات المافيا في امريكا. وبسبب خوف رجال العصابات ان هم يخشوا السجن لفترات طويله، ابتدوا كده يشهدوا ضد بعض لدرجه ان هم ابتدوا يكسروا ميثاق اوميرتا. وبالرغم ان عصابات المافيا ما زالت موجوده دلوقتي، لكنها مش بنفس قوه العصابات بتاعت المافيا اللي موجوده في ايطاليا، وده راجع بسبب حمله الاعتقالات اللي نازله عليهم زي المطر. ودلوقتي بقى بعد ما عرفتك حقيقه المافيا وتاريخها، خليني بس اقول لك شويه عن معلمين العصابه. بص هم كتير قوي، بس انا هقول لك على 3 نماذج، ولو حبيت تعرف اكتر عنهم انزل بص في المصادر اللي انا هسيبها لك في الديسكريبشن. اول معلم معانا اسمه فرانك لوكاس، واللي اتولد سنة 1930 في نورث كارولينا في أمريكا، واللي بعد كده اتجه لنيويورك وبالتحديد في حي هارل، واللي مع الوقت اترقى عشان يكون زعيم عصابة قوي جدا. تولى عصابات المخدرات في فترة الستينات والسبعينات. عايز اقول لك ان هو كان بيشتري المخدرات بنفسه وكان بيبيعها بنفسه، عيل جاحد، وبسبب تجارته دي كان بيكسب يوميا $1,000,000. وطبعا الموضوع ده لفت انتباه الحكومة في أمريكا، واللي دهمت منزله سنة 75، واتحكم عليه بعد كده ب70 سنة سجن.
السجن. وعلى فكره قصه حياته دي اتعملت فيلم اسمه امريكان جانجستا. تاني معلم فيهم الكابوني، وده يمكن سمعت اسمه قبل كده. اتولد سنه 1899 في مدينه بروكلين، وكان من اقوى زعماء العصابات في مدينه شيكاغو من سنه 1925 لحد سنه 1931، وكان زعيم عصابه شديد القسوه لدرجه انه ارتكب مذبحه اسمها مذبحه القديس فالنتاين، واللي مات فيها ناس كتير جدا. وبعد كل ده زاد الضغط على الحكومه عشان يقبضوا عليه. اتمسك سنه 1931 بتهمه التهرب الضريبي، واتحكم عليه ب 11 سنه سجن، قضى منها في السجن 8 سنين، ومات بنوبه قلبيه سنه 1947. اخر معلم فيهم واللي انا بعتبره اشهرهم بابلو اسكوبار، واللي حرفيا كان برنس تجاره المخدرات على مستوى العالم، وكان استاذ تصدير الهيروين لكل مكان في العالم خاصة أمريكا، واللي ثروته في البداية كانت 30 مليون دولار، وبالتدريج وصلت ل 100 مليون دولار. عايز أقول لك إن من كتر فلوسه كان بيدفنها في كولومبيا، وبسبب حجم ثروته دخل لستة أغنى رجال العالم ل7 سنين ورا بعض. وثروته كانت عبارة عن 400 قصر، طيارات خاصة، وحديقة حيوان خاصة بيه. وعموما في النهاية مات سنة 1993 بطلق ناري. عزيزي المشاهد، قبل ما تشوف فيلم جون ويك وتنبهر بعظمة وجمال الفيلم، واللي أنا شخصيا بعتبره من افضل افلام العصابات، فكر كده لوهله، هل الاجرام حل؟ هل الغلط ينفع ان هو يصلح غلط تاني؟ قبل ما تجاوب على السؤال ده شوف نهايات زعماء المافيا كانت عامله ازاي. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك الحلقات الجديده. اشوفك في الحلقه الجايه. باي يا بريد.